عشان تفهم السكر او عشان نفهم المرض مش هنخش فيه مره واحده. انا هشرح لك الاول 3 قصص، حلو كده، وبعد كده هنضم ال3 قصص في قصه كبيره تلم كل الكلام ده، تفهم انت من خلالها المرض كله بيحصل ازاي. بس عايزك تركز في الكلام اللي انا هقوله، لان بعد ما اخلص ان شاء الله انت اللي هتستنتج الاعراض، وهتستنتج المضاعفات، وهتستنتج المفروض طريقه العلاج تبقى ازاي. اول قصه هنبدا بيها هو رحله السكر في جسمنا اصلا ايه. انا واحد دلوقتي كلت كربوهيدرات، كربوهيدرات دي يعني عيش، رز، فاكهه، حلويات، اي حاجه بتتكسر في جسمنا السكر. كلنا اي حاجه اتكسرت نزلت لحد الامعاء، يبدا يحصل لها حاجه اسمها امتصاص. يعني ايه بقى؟ يعني الامعاء بتاخد الحاجات المهمه اللي في الاكل توديها للدم، والدم ياخدها يوزعها على باقي الجسم. يبقى الامعاء بتاخد بقى المعادن، بتاخد الفيتامينات، بتاخد السكر، بتاخد البروتينات. احنا بنتكلم عن السكر. فينزل السكر ينزل لحد الامعاء، يبدا يحصل له امتصاص، يروح للدم، الدم ياخده يوزعه على كل اجزاء الجسم. فبالتالي كل ما انت تزود سكر، كل ما عمليه الامتصاص بتاعه هتزيد، كل ما نسبه السكر في الدم هتزيد. الموضوع ده بيستفز مين؟ الموضوع ده اللي بيحسه البنكرياس، هو عضو غلبان كده تحس ان هو ملوش دعوه باي حاجه، بس هو بالنسبه للسكر هو مهم جدا. البنكرياس بيحس بنسبه السكر لما تزيد في الدم، فيخرج هرمون الانسولين. فالانسولين ياخد السكر ويشيله من الدم، يوديه في المخزن بتاعه بس. ودي القصه الاولى. يبقى انت لما بتاكل سكر ونسبته تزيد في الدم، يبدا البنكرياس يخرج هرمون الانسولين، الانسولين ياخد السكر من الدم، يروح يوديه في المخزن بتاعه، لان السكر طول ما هو في الدم هيعمل مشاكل كتيره جدا هنتكلم عنها دلوقتي. بالظبط عشان نختم القصه الاولى، عامله بالظبط لما يكون زي الاوضه بتاعتك لو هي مكركبه، في كتب على الارض وفي كراسات على الارض وورق وملخصات، فانت كل الحكايه لو عايز ترتب الاوضه بتعمل ايه؟ انت بتجيب الكتب ترصها على المكتب فوق بعضها، تجيب الكراسات ترصها فوق بعضها، تجيب الملخصات ترصها فوق. انت ما رميتش حاجه، احنا مش هنرمي. انت كل الحكايه ان انت رتبت الاوضه بتاعتك وشلت كل حاجه في مكانها. ده اللي بيعمله الانسولين بالظبط، بياخد السكر من الدم يوديه المخزن بتاعه. ودي كانت القصه الاولى. القصه الثانيه هو دور الانسولين. اصلا الانسولين مش بيشيل السكر ويروح يوديه المخزن بتاعه، المخزن بتاعه ده في الكبد، متفقين؟ فالانسولين مش بياخد السكر يروح يوديه في الكبد بنفسه، لا،